السلام عليكم حبايب قلبي. عاملين ايه؟ هنعمل بقى ايه؟ شويه كشك كده حلوين بتوع زمان الحلوين دول. شويه كشك كده وشويه ملوخيه، ان شاء الله كده هنشوفهم مع بعض ويا رب يعجبوكم. انا حاطه هنا حله على النار فيها شوربه والشوربه بتغلي، شوربه فراخ طبعا. وهنا بحمر البصله بتاعت الكشك، واتش بس النار شويه. طبعا كده هي الشوربه اهي غليت، هزود ايه معايا؟ شويه لبن حليب، شويه لبن حليب كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هيغلوا بقى كده مع بعض الشوربه مع اللبن. بصوا لونها حلو، الشوربه بتاعتنا حلوه ايه ونضيفه طبعا، شوربه فراخ. ودي بصله الكشك، وهنعمل برده شويه ملوخيه حلوين. البصله اهي اللي هنحطها على الوش من فوق، طبعا دي بتختلف عن بصله الكشري، ما بنغمقهاش قوي وما بتبقاش كبيره. يعني بصله الكشري بنقطعه حلقات، دي ما بتبقاش كبيره قوي. ده هنرشهم من فوق دول. اهو بصوا لونها بقى حلو دهبي معايا ازاي. حته سمنه ونقطع البصل. في ناس بتغمق البصل، بس البصل لما بيبقى غامق قوي بيبقى مش حلو. وفي ناس بتحط بصل في قلب الكشك، يعني في قلب شوربه الكشك. لا احنا بنكتفي باللي هو ايه من فوق بس كده وخلاص. اهو على بال ما الكشك معانا يغلي، الشوربه تغلي بتاعت الكشك. بس حلوه قوي 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 كده خالص. بصوا لونها، بصوا. عايزين ناخد شويه نحطهم هنا نحط، مش حابه ما تحطيش. بصوا لونها عامل ازاي، كفايه قوي كده. هنقلها بقى اجيبها هنا، وهنعمل كمان شويه ملوخيه. انا هجيب بقى معايا هنا نشا طبعا عشان نربط بيه الكشك. هجيب كوبايه فيها معلقه نشا مع شويه شوربه اهي. معلقه معايا فيها نشا وشويه شوربه. بص الشوربه غليت طبعا، حاطين لها ملح وفلفل، مخلينها ايه ملحها مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل انا كده بشويه النشا اللي هيتخنوا لي الكشك. بصوا اهو. بس نرفعه بقى من على النار. ممكن لو لقيناه تخن شويه نديله شويه ميه، بس هو انا شايفاه حلو قوي كده. بصوا ما شاء الله عامل ازاي، عمل ازاي. نحط بقى هنا الملوخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. واجيب بقى التومه بتاعتي هنا بتاعت الملوخيه. الشوربه بتاعت الملوخيه غليت طبعا معايا. هنزل بقى بشويه الملوخيه وانقل الكش كده كده شويه هناك يهدى شويه. يهدى وبعدين نعبيه. شويه الملوخيه هم معايا هم. هنزل بيهم فين؟ هنزل بيهم في الشوربه. انا مش هسيب الشوربه تغلي كتير. اهو بسم الله الرحمن الرحيم.
هرفعها من على النار عشان انا مش عايزاها تغلي كتير. واحط الطشه بتاعتها كده. بصوا عامله ازاي، ما شاء الله جميله. بصوا ما شاء الله، بصوا جميله وسمكها حلو ومش تخينه قوي. هنحط بقى الطشه بتاعتنا على النار اهي، حاطينها عشان ننزل بقى على الملوخيه عشان تبقى احلى. شويه ملوخيه، شويه ملوخيه عسل. كتري السمنه البلدي وكتري التومه عشان تخلي الملوخيه حلوه. انزل كده بمكعب ماجي واجيب الكزبره. بصوا الملوخيه سمكها حلو، بصوا عامله ازاي، ما شاء الله ما شاء الله عسل. وهنا حته التومه اهي، عشان متنزليش بالكزبره الاول، خلي التومه بس تمشي هي مكعب الماجي شويه في السمنه كده، وبعدين نبقى ننزل بالكزبره عشان ما تمررليش الملوخيه. هنزل بقى بشويه الكزبره ونغرف الكشك مع بعض. شويه كزبره حلوين كده بذمه وضمير، عشان دي بتخلي الملوخيه حلوه جدا. بس حلوه قوي كده. نغرف بقى طبق الكشك مع بعض عشان نشوفه، ونحط عليه البصل اللي عملناه اللي حمرناه. شويه كشك عسل. نحط بس شويه ملح، الكشك عايز شويه ملح. اهو نحط له كده شويه الملح. برضه ناخد بالنا من طشه الملوخيه علشان ما تتحرقش، عشان ما تمررش معانا. اهو ريحه ريحه الطشه ايه تجنن. بصوا شويه الكشك عاملين ازاي، عسل عسل عسل. نعلي النار عليها شويه كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا طشه جميله وريحتها حلوه. هنقرص عليها قوي عشان ما تبقاش ايه ممرره. ناخدها بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. شويه ملوخيه عسل.
اجي هنا بقى كده واجيب بقى شويه الملوخيه بتاعتي. انا كنت عامله اللي هو ايه الحمام الكداب، كنت عامله الحمام الكداب، بس طبعا ده انا هنزله في فيديو لوحده. وهنزل بقى بشويه الملوخيه الحلوين دول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو مع شويه الكشك. الاضاءه بس عندي بعافيه شويه. ده الحمام الكداب وشويه الكشك وشويه الملوخيه. بألف هنا وشفا. يا رب بقى تعملوا الوصفه دي وتعجبكم، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.